ملي كتسمع الاي اي او الذكاء الاصطناعي ممكن تخيل روبو كاين في شي مختبر وكيعرف عليك كل شيء، ولكن الحقيقه ابسط وفي نفس الوقت معقده شويه. تبع معايا باش تفهم. واش فايت ليك تسالتي كيفاش تيك توك كيعرف الفيديوهات اللي كيعجبوك، او كيفاش سبوتيفاي كيعطيك الاغنيه اللي كنتي كتفكر انك تسمع ليها قبل ما تسمع ليها فعليا؟ هادشي ماشي سحر، ولكن تقدر توصل ليه نتايا الا كملتي الفيديو حتى الاخر. الاي اي باختصار هو ملي كنعلموا الاله ملكات التفكير اللي كاينين عندنا حنا كبشر باش تولي تفكر بحالنا، ولكن باش تفكر خاصها تتعلم. هنا كيجي الدور ديال واحد الفرع في الاي اي اللي سميتو الماشين ليرنين. تخيل الماشين ليرنين بحال شي دري صغير كتعطيه مجموعه ديال التوجيهات ومن بعد كيبني عليها باش يعرف شنو اللي مزيان وشنو اللي لا. ومن بعد هاد الدري الصغير مع الوقت كيتعلم وكيقدر يعرف راسو يفرق بلا ما يحتاج المساعده ديالك. مازال الاله كتعطيها تعليمات على شكل خوارزميات وكتعطيه الديتا او البيانات باش يتدرب عليها، وكتخليه يستنتج راسو النتيجه. كل ما شاف الداتا اكثر كل ما رجع ذكي اكثر. الفرق الكبير هو في البروغراماسيون. شحال هادي البروغرامر كان خاص يعطي البيسي تعليمات واضحه باش يقدر يفهمها. كيقول بيسي الا طرت دير بي. في الماشين ليرنين البروغرامر كيقول بيسي هاك هادي 10 التصويره ديال المشات والكلاب، وكيعطيه مجموعه ديال التعليمات او خوارزميات وتيقول ليه دبر راسك تعرف كيفاش تفرق بيناتهم. الخوارزميات كيبداو يقلبوا على الانماط اللي كيقدر يفرق بيناتهم بين كلب او لا مش، لدرجه ان هاد الخوارزميات كيوصلوا في الدقه اننا ما كنقدروش نشوفوهم حنايا كبشر. واللي كيخلع في هادشي هو بهاد الطريقه الفرق ديال الذكاء بين الاله والانسان كيولي كبير بزاف. اليوم هاد المجال ما محصورش غير في المختبرات او لا عند العلماء، وانما ولا كيشكل القلب ديال الاقتصاد الجديد ودخل في مجالات اخرى من المعالجه ديال الامراض حتى للتحليل المالي. اللي خاصك تعرفه هو ان الاي اي سيف ذو حدين. تقدر تستغل القوه ديالو باش تبني به مشاريع كبيره وتعطي حلول مبتكره للمشاكل ديال الناس، ولا يقدر هو يستغلك ويخليك محبوس في الدوامه ديال السوشيال ميديا. الا كنتي مهتم باش تلقى التخصص اللي كلشي كيهضر عليه واللي غادي يشكل المستقبل ديالنا، فالصين دوله رائده في هذا المجال. عمل الفورمولير اللي غتلقى في الديسكريبسيون.